بمكون واحد بس هنضيفه على اللحمة هيطلع معانا احلى كفتة مشوية من غير ما تكش معاكي او تطلع معاكي مكتومة. كمان هعمل معاكم تركاية حلوة قوي اثناء التسوية هتفرق معاكم في الكفتة وهتطلعوا احلى كفتة مشوية باذن الله. في الكبة بقى معايا بصلة متقطعة بالشكل ده هديلها فرمة تكون ناعمة لحد ما توصل المرحلة دي. هضيف عليها شوية من الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر وورق من البقدونس او الكزبرة. هضيف عليهم رشة ملح عشان تساعد لي ان هي تنزل كل السوائل اللي فيها. بعد كده هنصفي الخضار ده كويس قوي في بولة كده وهنحط عليه مصفى وهنصفي المية اللي في البصل وفي الخضار ده كويس جدا علشان دي المرحلة دي اللي بتساعد لي ان الكفتة تطلع متماسكة معايا بعد التسوية. معايا بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة المجمدة او البلدي، اهم حاجة يكون فيها نسبة دهن. وبعد كده هديلها فرمة وبعد كده هتبل بقى بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون وبهارات اللحمة والبابريكا. وبعد كده هديلها فرمة كمان. بعد كده هضيف لها بقى معلقتين كبار من البقسماط الناعم، انا بستخدم فيجيتار، ومعلقتين كبار من النشا، وهفرم الكلام ده كويس برضو مع بعضه مدة ما تقلش من دقيقتين ل3 دقايق. بعد كده في بولة هنزل كل كمية الكفتة والمكون اللي قلت لكم عليه ربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم مش من البيكنج باودر عشان بتفرق جدا، بتخلي الكفتة معانا هشة جدا بعد التسوية وكمان ما بتغيرش الشكل بتاعها او ما بتكشش معانا بعد التسوية. بايدينا بقى بنبتدي ان احنا نعجن الكلام ده كويس قوي مع بعض برضو ما تقلش عن دقيقة كده او دقيقتين بحيث كده ان انا اجمع الكفته واحس ان الكفته اتمسكت معايا كده كويس قوي. بعد كده بقى يستحسن ان احنا نحطها في التلاجة قبل التشكيل او قبل التسويه بساعه علشان اثناء مرحله التشكيل تتشكل معانا بمنتهى السهوله. انا دخلتها التلاجة بصراحه ساعه، غطيت عليها كده بكيس تلاجة وبعد كده هبتدي ان انا اشكلها بقى. بالنسبه للتشكيل والتسويه في صينيه بدهنها كده شويه من الزيت، معلقه كبيره كده من الزيت، وبالفرشه بوزع كده معلقه الزيت عليها وببتدي بايدي كده على اي حاجة بقى خشب متوفرة عندك. يعني ممكن تستخدمي مثلا معلقة خشب او اي حاجة مثلا خشب متوفرة عندك، او سيخ بقى لو عندك اسياخ خشب او سيخ مثلا معدن تقدري ان انت تصبعي عليها كده بمنتهى السهولة. وزي ما قلت لكم التشكيل زي ما انتم شايفين سهل معايا جدا لانه انا حطيت الكفتة في التلاجة قبل التشكيل مدة ساعة، فده سهل معانا ان الكفتة تكون متماسكة معانا. طبعا بظبط كده الشكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة وانا بصبع ان صبع الكفتة يكون تخين معايا شوية علشان تطلع الكفتة معايا بعد التسوية طرية ما تكونش ناشفة. انا بصبع كده زي ما انتم شايفين بمنتهى السهولة وبعد كده بسحب الكفتة وببتدي ان انا اظبط شكلها. وممكن اثناء التشكيل ان انا ابل ايدي في مية البصل او الخضار اللي احنا او مية الخضار اللي احنا صفيناها منه اثناء ما كنا بنفرمه في الكبة. بعد كده بقى بخلص الكمية كلها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين، تشكيل سهل وبسيط جدا. بصبع كده بديلها الشكل ده، بسحب وبعد كده بساوي كده صابع الكفتة. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. التركيبة بقى اللي هقول لكم عليها مية البصل اللي فضلت معانا بجيب كده بضيف عليها معلقة صغيرة من الصلصة وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، والصلصة هنا بتديلها لون كده وطراوة حلوة قوي اثناء التسوية. ببتدي بقى ادهن كل كمية الكفتة اللي معايا بالشكل ده بالفرشة كده. ولما بخلص بضيف بقى كل كمية مية البصل بالصلصة اللي انا ضفتها بالشكل ده علشان دي برضو بتخلي الكفتة معايا مستوية وفيها نسبة طراوة كده وجوسي كده بعد التسوية، ما بتخليهاش ناشفة ابدا. بندخل بقى الكفتة تستوي، بنكون مشغلين الفرن ومسخنين كويس جدا، وبعد كده بنشغل النار من تحت على اهدى حاجة، وبعد كده بنشغل الشواية 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق ربع ساعة بالكتير بتطلع معاكم الكفتة مستوية وجوسي زي ما انتم شايفين. التسوية بتاعتها مظبوطة جدا ومش ناشفة خالص. في طبق التقديم بقى بنرش شوية كده من البقدونس او الكزبرة بتديلها ريحة ونكهة حلوة جدا، وبعد كده بقى بنقدم عليها الكفتة بتبقى حلوة قوي.
وممكن كمان تولعوا على قطع صغيرة من الفحم كده. بعد ما بنرص الكفتة بنحط قطعة الفحم دي في الطبق ونغطي عليه بورق من الفويل، بحيث ان الكفتة تاخد معانا من ريحة ونكهة الفحم، تبقى زي كفتة الحات الأصلية اللي معمولة بالفحم. انا بصراحة قدمتها كده وكانت الريحة مش عايزة اقول لكم حلوة جدا. اهم ملحوظة بس ان انتم ما ترفعوش صابع الكفتة عند التشكيل علشان يطلع معاكم طري وجوسي كده وحلو جدا زي ما انتم شايفين. هي بصراحة محتاجة جنبها شوية كده من سلطة الطحينة ورز بسمتي، وتقدموها كده بألف هنا وشفا او بالعيش. ما تنسوش لو عجبتكم وصفة النهاردة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.